الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة، وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين. حري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نهتم لعبادة عظيمة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وربما يرزق هذه العبادة توفيقا من الله عز وجل أيضا أناس، وهو توفيق من الله تبارك وتعالى. فالذي يوفق إلى هذه العبادة فليستمر عليها وليكثر منها، وليعلم أن الله عز وجل يضاعف له هذه الأجور. والذي ربما يغفل عنها كأمثالنا فلا بد له أن يهتم إلى هذا الباب وأن يطرق هذا الباب، فلا تدري لعل بهذا العمل اليسير يكون سببا لك في دخول جنة ربنا تبارك وتعالى. هذه الآيات وغيرها من آيات ربنا تبارك وتعالى التي تحث الإنسان على الصدقة. في بداية هذه الحلقة نقف وإياكم على عمود هذه الحلقة، في حديث هو عمود هذه الحلقة نقف عليه، ثم نتفرع من هذا الحديث في آيات وأقوال للسلف وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فهذا الحديث كلما زادت درجة القرابة زاد أجر المتصدق على صدقته. ولذلك يقول الإمام الشعبي كلاما جميلا، يقول: من يرى أنه أحوج إلى الفقير من صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. انظروا، الذي يتصدق هو الذي يحتاج، الذي ينفق أمواله هو الذي يريد الأجر من الله، هو الذي يحتاج هذه الحسنات، ليس هذا المسكين. وكلام الإمام الشعبي جدا جميل. من رأى أنه أحوج أنه أحوج للفقير من صدقته فقد أبطل صدقته، أي أنه ليس محتاج، بمعنى ليس محتاج إلى هذه الصدقة، فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. ولذلك المتصدق أن ييسر للمسلم بذل طرق الصدقة وأنواع الصدقة، وأن يكفل يتيما ويمسح على رأس اليتيم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه زوجة أحد الصحابة فقالت تحزنه على الأولاد، حمزة تحزنه لما استشهد حمزة، تحزنه زوجته، تحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولاده أنهم فقراء وأنهم أيتام وصغار. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذهب قبل ذلك إليهم وقبلهم وشمهم بعد 3 أيام، ثم قالت وهي تقول لهم، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مساكين وأنهم صغار، وتحزن النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها وقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا، الفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا. انظر إلى جبر الخواطر، انظر إلى جبر خاطر تلك المرأة وأولئك الصغار. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. الصدقة وأطعم المسكين، هنا يلين قلبك.
ولذلك لابد للمؤمن أن يعتني إلى صدقته، وأن يكون حريصا كحرصه على طعامه وشرابه، أن يتصدق. ولذلك كان أحد السلف في رمضان لا يفوته أو لا يخرج ذلك اليوم إلا في صدقة، كل يوم يتصدق بقليل أو كثير، لكن يتصدق، فأي أجر قد حصل عليه. ها هي عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، في يوم واحد خرجت إلى الفقراء وهي صائمة، فأنفقت 100,000 درهم في يوم واحد. فقالت لها خادمتها: يا أم عبد الله، لو تركت شيئا نفطر عليه اليوم. سبحان الله، حتى طعام نست أن تشتري، فأنفقت ما بيدها. قالت: يا أم عبد الله، لو أبقيت لنا شيئا نفطر عليه اليوم. فنظرت إليها وقالت: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. سبحان الله، ما هي الروحانية الإيمانية في قلب عائشة حتى أنها نست طعامها وشرابها. نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القدير. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، لا زلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة على أهمية الصدقة، وأن يحرص هذا العبد على الإنفاق للفقراء والمساكين، لأن هذه الصدقات ربما تكون قليلة، لكنها إذا أخلص العبد هذه النية لله عز وجل تكون مضاعفة عند الله تبارك وتعالى، يكون أجرها كبير، وأثرها على الأرض واسع. ولذلك من آداب الصدقة أن تكون الصدقة من كسب طيب، فلا يقبل الله عز وجل صدقة من حرام أو صدقة من شبهة، لا يقبل الله عز وجل. ولذلك لا بد أن يكون المال مال حلال، كان في ذلك سبب في قبولها، يكون سبب في قبولها ونماء أجرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا أخذها الله عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة. هذا يبين لنا على أهمية أن يكون هذا الكسب، هذه الصدقة، هذه الأموال التي تريد أن تتصدق بها كسبا حلالا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. ولذلك ربما يرفع المرء يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل، لكن لا يقبل الله عز وجل. والسبب لأن مطعمه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ شلون الله عز وجل يستجيب لهذا؟ فلذلك من أهم الأمور أن تكون الصدقة طيبة، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن آداب الصدقة أن يتحرى بصدقته المحتاجين حقا، ولا يعطيها لمن لا يعرف، كالزكاة الواجبة، لا تصح الزكاة إلا لأهلها. ولذلك بين الله عز وجل: إنما الصدقات، أي إنما الزكاة. فصنف الله عز وجل هذه الزكاة على 8 أصناف، لا يصح أن تعطى الزكاة في غير ال8 هؤلاء. قال الله عز وجل: إنما الصدقات، أي إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ال8 الذي ذكرهم الله عز وجل
في كتابه. ولذلك لا يجوز أن تعطى الزكاة في غير محلها أو في غير أهلها. أما الصدقة فلا بأس، وإن حرص أن تؤتى الصدقة أيضا إلى أهلها حقا فذلك يعني يكون أفضل وأحرى للقبول. ومن آداب الصدقة أيضا أن يقدم الجيد من المال أو الملبس في الصدقة، ولا يقدم الشيء الرديء في الطعام أو الخبيث من المال كما قلنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إلى آخر الآية. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى على أهمية هذه الصدقة، على حرص المؤمن على هذه الصدقة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل تكفل بأن لا خوف على هؤلاء الذين يتصدقون ولا هم يحزنون في الآخرة. وبين الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في الصدقات وتنوع العبادات على أهمية أن يكون هذه العبادة خالصة لله ولا يتبعها أذى. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بين الله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأهمية الصدقة عند هذا الشارع الحكيم وفي أحاديث النبي الكريم والآيات التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى تبين وتحث هؤلاء الناس المؤمنين الصادقين على بذل المال، وأن تكون هذه الأموال لأهلها. ولذلك بين الله تبارك وتعالى في غير آية أن تكون الصدقة يربيها الله عز وجل بشرط: إذا أخلص هذا العبد هذه العبادة لله تبارك وتعالى، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل فقط لا، في كل سنبلة 100 حبة فقط لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فبين الله عز وجل على أهمية هذه الصدقة، وذكرنا صور في هذه الحلقة على إنفاق السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على الصدقة، وأنهم كانوا يحرصون على الصدقة كحرصهم على طعامهم وشرابهم. بهذا القدر نكتفي، وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.